صديقي السلام عليكم في فيديو جديد في بلاي ليست جديده. عمرك حسيت ان الكود بتاعك عامل زي المتاهه؟ تبنيه النهارده وتيجي كمان اسبوع عشان تعدل فيه تلاقي نفسك تهت، كل ما تضيف ميزه جديده 10 ميزات قديمه تبوظ. فلو انت حسيت بالاحساس ده اوعى تقلق، انت مش لوحدك، ده وحش اسمه الاسباجيتي كود. والنهارده هنعرف طريقه سريه ازاي نقضي بيها على الوحشه ده. هنتعلم النهارده الاسلوب اللي بيبني بيه تطبيقات كبيره زي جوجل مابس واوبر وفيسبوك وحتى العاب الفيديو المعقده زي فورتنايت وببجي. هنفتح مع بعض بوابه من اقوى البوابات في عالم البرمجه وهي الاو بي او الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. جهز نفسك علشان طريقه تفكيرك في البرمجه هتتغير في الفيديو ده 180 درجه. بس قبل ما اقول لك ايه هو الاو بي خليني احكي لك قصه صغيره في بدايات البرمجه. الكود كان عباره عن قائمه اوامر طويله قوي ورا بعض، شويه متغيرات اللي هي variables او شويه دوال اللي هي function كلها محطوطه ورا بعض، كلها بتنده على بعض بطريقه عشوائيه جدا. والطريقه دي زمان كان اسمها البرمجه الاجرائيه، كانت شغاله كويس بس طبعا مع البرامج البسيطه. لكن تخيل معايا كده لو بتبني مدينه بالطريقه دي، مفيش احياء، مفيش تقسيم، بنرمي البيوت جنب المصانع وجنب المستشفيات، وطبعا النتيجه مدينه فوضويه مستحيل نعيش فيها او حتى نحاول ان احنا نطورها. ده بالظبط اللي كان بيحصل في البرامج زمان. الفوضى دي كانت بتخلي دايما الكود يكون صعب الصيانه جدا وصعب جدا ان انت تزود عليه مزايا جديده. ولحد هنا والعباقرة قالوا كفايه كده ولازم نلاقي طريقه نحسن بيها من الموضوع ده. والحل كان مستوحى منين؟ من حياتنا في الحقيقه. العالم اللي حوالينا منظم جدا، هو عباره عن كائنات او اوبجكتس. انا انسان، والكمبيوتر اللي بشتغل عليه ده هو عباره عن جهاز، والعربيه اللي احنا بنركبها هي عباره عن كائن. كل حاجه من دول ليها حاجات معينه بتميزها. قبل ما تقول لي ايه علاقه اللي احنا بنقوله ده في البرمجه، ركز بس معايا وافهم القصه دي. طيب ايه رايك نقسم الحاجات اللي بتميز كل كائن من دول لحاجتين؟ اول حاجه فيهم وهي الخصائص او الاتريبيوتس، وتاني حاجه هي الافعال او الميثود. طيب الاتريبيوتس او الخصائص هي عباره عن ايه؟ والله دي البيانات اللي بتوصف الكائن ده، زي مثلا الانسان ليه اسمه، ليه سنه، ليه طوله، العربيه ليها موديلها، ليها لونها، ليها النمر بتاعتها وهكذا. اما بالنسبه للافعال او الميثود فدي السلوكيات اللي الكائن ده بيقدر ان هو يعملها. يعني مثلا الانسان بيقدر يمشي ويتكلم ويسمع. طب والعربيه بتقدر ان هي تتحرك او بتقدر ان هي تقف او بتقدر ان هي تنور. ده بالظبط بكل بساطه هو الاو بي، هو محاكاه للعالم اللي حوالينا. وده اللي احنا بنعمله بالظبط جوه الكود. بنبدا ان احنا نقسم البرنامج بتاعنا اللي عباره عن كائنات. الكائنات دي مستقله بس بتقدر ان هي تتفاعل مع بعض بدل الفوضى اللي كانت عندنا زمان. طيب احنا ازاي بنعمل الكلام ده؟ والله بنعمل الكلام ده عن طريق حاجه اسمها كلاس، واكيد سمعت كلمه كلاس قبل كده. بس احنا في الكورس ده او في البلاي ليست دي هنركز جدا على الكلاس. والكلاس ده هو التصميم الاولي او ممكن نقول عليه هو البلو برينت بتاعتك او الرسم الهندسي اللي بنوصف فيه الكائن ده سواء من خصائص او من افعال. طيب قبل ما نبتدي لازم تبقى عارف كام حاجه. الاو بي مدعومه من لغات كتيره جدا، ومفاهيم الاو بي هي واحده في كل لغات البرمجه تقريبا، او ممكن نقول 90% من لغات البرمجه. طيب ايه اللغات اللي بتدعم او بي؟ جافا، ودي اللي احنا هنستخدمها النهارده، سي بلس بلس، بايثون، سي شارب، ولغات تانية كتير. طيب ليه هنستخدم جافا؟ بص يا معلم، جافا من اقوى اللغات في الاو بي، وجافا من اقوى اللغات اللي ممكن تبتدي بيها او بي عشان هي معموله اصلا عشان تشتغل بطريقه الاو بي. ثواني، طريقه الاو بي هي عباره عن ميثودولوجي او طريقه بنائك للكود ده عن طريق استخدام الاو بي. فعشان كده الاو بي هي واحده ومفاهيمها واحده في كل لغات البرمجه، بس مع اختلاف السنتكس لغه عن لغه. طيب الكورس ده مين يقدر يشوفه؟ والله الكورس ده اي حد خد اساسيات اي لغه برمجه يقدر ان هو يكمله معانا. بس خلي بالك ان احنا هنكتب بجافا، مش هنكتب ولا بسي بلس بلس ولا ببايثون. فانت لو كنت خدت اساسيات البرمجه بلغه غير الجافا فانت هتلاقي الموضوع صعب شويه. ليه؟ عشان بس هتلاقي السنتكس مختلف. غير كده المفاهيم دي تقدر تطبقها في اللغه بتاعتك من غير اي مشكله. ويلا بينا على طول نبتدي. طيب بص يا معلم، انت ممكن تستخدم اي كومبايلر انت عايزه، مفيش اي مشكله. انا عن نفسي بستخدم الكومبايلر ده، فطبعا هعمل نيو بروجكت عادي خالص، وهنسمي البروجكت وهختار مكان للبروجكت. طيب بعد لما عملنا بروجكت جديد نفتح مين دوت جافا ونبدا نكتب فيه الكود بتاعنا. تعالى كده نفتكر احنا قلنا ايه من شويه. والله قلنا ان احنا بنعمل الكائن بتاعنا عن طريق الكلاس. حلو قوي. طب تعالى في الاول نعمل كلاس، وتعالى نسمي الكلاس ده كار، وتعالى نشوف هنعمل فيه ايه. طيب عشان تقدر تعمل كلاس والله الموضوع في منتهى البساطه، هكتب كلاس. حلو جدا. طب بعد لما اكتب كلاس هدي اسم للكلاس ده اللي احنا قلنا اسم الكلاس بتاعنا هو كار.
جميل قوي. طيب بعد لما اديله الاسم هفتح الكيرلي براكتس بتاعتي، وتقريبا 90% من اللغات هي نفس الطريقه اللي بتعمل بيها الكلاس. تكتب كلاس ككيورد، بعد كده بتكتب اسم الكلاس بتاعك، وبعد كده بتفتح كيرلي براكتس. جوه الكيرلي براكتس دي بنبدا نكتب الخصائص والسلوكيات بتاعه الكلاس ده. يعني مثلا خصائص زي ايه؟ ما تنساش ان خصائص دي يعني اتريبيوتس. طيب ايه الاتريبيوتس بتاعتنا؟ ممكن تبقى الاتريبيوتس بتاعتنا مثلا والله هو الكالر، وبرده الموديل، وبرده يبقى السرعه. طيب ايه رايك نعمل كده انت في البدايه خالص ونقول له والله انت موديل. حلو قوي، مش هخليها ايكوال حاجه. وبرده هعمل انت وهقول له سبيد، وبرده مش هخليها ايكوال حاجه. وبرده تعالى نعمل كولر، بس خلي بالك ده كولر لون يعني سترينج مش انت، فوالله برده اقول له سترينج وبرده هقول له كولر. طيب حلو جدا كده، احنا عملنا الخصائص بتاعتنا. طيب تعالى كده نعمل بس هنا كومنت ونقول ان دي الاتريبيوتس. طيب بعد ما عملنا الاتريبيوتس بتاعتنا، والله ايه رايك ان احنا نعمل الميثودز بتاعتنا؟ فتعالى برضو قبل ما نعمل الميثودز تعالى كده نكتب ان دي هي الميثودز. والله الميثود هي حاجه قريبه جدا للفانكشن. طيب كنا بنعمل فانكشن ازاي؟ والله في جافا عشان تعمل فانكشن فانت هتكتب عادي خالص فويد. طيب بعد فويد تعالى مثلا نعمل فانكشن مثلا نسميها increase speed. طيب حلو قوي، وتعالى نعمل ميثود ثانيه نسمي الميثود دي مثلا بريك. بعد فويد والله هقول له بريك وافتح البراكتس كيرلي براكتس وبرده هسيبها فاضيه. حلو جدا كده، انت عملت الاتريبيوتس وعملت الميثودز. حلو قوي. طب الخطوه اللي جايه ايه؟ طيب قبل ما نخش على الخطوه اللي جايه عايزك تعرف حاجه مهمه قوي. عايزك تعرف ان الكلاس ده انت تقدر تعمل اي عدد من الاوبجكتس منه، ما عندكش ليميت. لو عايز تعمل مليون اعمل عادي خالص براحتك. طيب تعالى كده نشوف ازاي اصلا بنعمل اوبجكت. والله عشان نعمل اوبجكت احنا كده خلاص عاملين الكلاس بتاعنا ما فيهوش اي مشكله، بس عشان نعمل اوبجكت هنيجي كده على المين فانكشن بتاعتنا عادي خالص، ووالله هكتب اسم الكلاس بتاعي. فانا الكلاس بتاعي كان اسمه كار. طيب حلو قوي. بعد لما اكتب الكار تعالى نتخيل مثلا ان العربيه اللي احنا هنعملها دي هي تبع شركه بي ام دبليو، فتعالى انا هكتب بي ام دبليو. طيب حلو قوي. بعد كده والله هقول ايكوال وبعد كده هقول له نيو كار وافتح برضو البراكتس واعمل السيمي كولن. جميل جدا. اللي احنا عملناه ده انت كده عملت اوبجكت من الكلاس بتاعك اللي فوق. كده انت عملت كائن من الكلاس. الكلاس هو عربيه، واتفقنا ان العربيه دي ليها صفات معينه. الصفات دي موجوده في اي عربيه ايا يكن الشركه اللي عامله العربيه دي. يعني احنا دلوقتي ممكن نعمل كار جديده ونقول له والله كار مثلا تعالى نخليها مثلا ايه، مثلا بي واي دي مثلا، ونفس بي ام دبليو. طيب البي واي دي والله هي برضو بتساوي نيو كار وهنفتح البراكتس وبعد البراكتس سيمي كولون. كده احنا عملنا كائن جديد. الكائن ده عنده نفس الخصائص اللي موجوده عند البي ام دبليو عشان الاثنين من نفس الكلاس. طيب هل الاثنين عندهم نفس قيم الخصائص؟ نفس القيم؟ ايوه نفس القيم. يعني انا لو قلت لك ان العربيه البي ام دبليو دي هي لونها احمر، هل شرط ان البي واي دي يبقى برضه لونها احمر؟ لا طبعا، كل حاجه منفرده، كل حاجه ليها القيم الخاصه بيها، بس الاثنين ليهم نفس الخصائص. يعني الاثنين عندهم لون، الاثنين عندهم موديل، والاثنين عندهم مش فاكر الثالثه كانت ايه بس تقريبا السرعه. طيب حلو قوي، تعال نكمل. ايه رايك نعمل لون لكل عربيه؟ فوالله عشان اعمل لون هاجي كده اكتب اسم الاوبجكت بتاعي اللي هو بي ام دبليو اللي هو اسم العربيه، بعد كده الدوت. والله الدوت دي بتفتح لك الاتريبيوتس اللي موجوده او الميثودز اللي انت عملتها جوه الكلاس، اوعى تنسى. فتخيل معايا كده لو قلت لك بي ام دبليو دوت كولر، حلو، وبتساوي بلو. انا عايز العربيه البي ام دبليو دي يبقى لونها ازرق. طيب ايه رايك نخلي بعد كده البي واي دي برضو هنكتب دوت وهقول له كولر وهنخلي مثلا اللون بتاعها ريد. براحتي، انا اللي بعمل العربيات وبراحتي. جميل جدا. طيب كده احنا عملنا عربيتين او عملنا كائنين او اتنين اوبجكت من نفس الكلاس بتاعنا. جميل جدا. شايف الفرق دلوقتي عامل ازاي؟ بدل ما كان الكود كله قطعه واحده متلخبطه، الكود دلوقتي بقى منظم جدا. دي مجرد البدايه في كورس الاو بي اللي هنتعمق في 4 خصائص الاو بي اللي من اقوى الخصائص اللي انت ممكن تتعلمها، وهما الابستراكشن، الانهيرنس، والانكابسوليشنز، بغض النظر عن ان هي كلمه صعبه وانا قعدت كتير اعيدها بس مش مشكله مشيها، والبوليمورفيزم. وخلي بالك دي كلمه اصعب من اللي قبليها بس برضه عدي الموضوع.
لو متحمس تبدا الرحله دي ان شاء الله البلاي ليست دي هتبقى بدايه قويه جدا ليك. فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب عشان ان شاء الله انزل لكم فيديو كل يوم لحد ما نخلص البلاي ليست دي. وعندي سؤال مهم جدا ليك، ايه اكبر مشروع برمجي حاولت ان انت تعمله وحسيت فعلا ان الكود دخل كله في بعضه زي مكرونه الاسباجيتي بالظبط؟ رد عليا في الكومنتس. وشكرا ليك يا صديقي، اشوفك في الحلقه الجايه واحنا بنبني اول كلاس واول اوبجكت خطوه بخطوه. سلام.